الحته الفنيه دي الرسمه ماشيه هنا وهنا مع ايه؟ مع البلاطه نفسها. حبينا ندخلها معانا في الشقه عشان خاطر يبقى هنا شباك كبير، ونبدا نتعامل بقى ايه، نستغل الكلام ده كله في الفرش بتاعنا. كميه الكليبسات او الصلايب لما بتقرب المسافات بتظبط معاك البلاطه عشان الشقه دي مع الشقه دي، بحيث هنا لسه ما كملناش طبعا، هنا دمجنا الشقتين مع بعض وشغالين فيهم. ما كانش فيه هنا باب، فتحنا احنا باب عشان غرفه الاولاد تخدم على البلكونه. يبقى احنا كده ربطنا الغرفتين بالبلكونه، غرفه الاولاد وغرفه البنات ربطناهم بالبلكونه عن طريق فتحتين فتحناهم احنا. عاملين خوارنقات في الحيطه، وعاملين هنا شاور، عاملين قاعده زي كرسي صغير كده معلق عباره عن بورسلين، بجانب ان احنا عاملين الاحواض بتاعتنا كلها بورسلين. هنا كانت الباب بتاع الغرفه، اضطرينا نبني كتف ونفتح الباب هنا عشان خاطر هنا الدولاب هيكون موجود هنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم المهندس ابراهيم من شركه المعمار الذهبي للتشطيبات. احنا في موقع من مواقع شبرا مصر، معانا الشقه الدوبلكس. طبعا كنا دامجين الشقتين على بعض. النهارده شغالين في السيراميك بالتخصيص في البورسلين، ومحتاج اوضح كم ملحوظه كده مهمه جدا في البورسلين. احنا هنا في الاول معانا هنا ده المرايه بتاعت حوض معمول من البورسلين. الحوض هنا اهو عباره عن حوضين جنب بعض، تمام. الحوضين دول دي المرايه بتاعتهم، طبعا لسه بيتفنشوا ان شاء الله لما يتعملوا جوه هنصورهم مع بعض. ودي القاعده بتاعت الشاور، القاعده المعلقه بتاعت الشاور، تمام. ده معانا المطبخ، شغالين في المطبخ. تعالى معايا، في حاجه فنيه هنا كده انا حابب اوضح عنها وجميله جدا. هنا عندنا الحمام الماستر، تمام. الحمام الماستر هنا فيه فتحات. قرب معايا كده هنا، شايف الحته الفنيه دي؟ الرسمه ماشيه هنا وهنا مع ايه؟ مع البلاطه نفسها. دي الفتحات، طبعا ده الاضاءه بتاعت الفتحات بتاعتنا اللي موجوده في الحمام الماستر. طبعا هنا الشاور، هنا في بانيو، هنا الشاور القاعده المعلقه اللي احنا كنا موريين صورتها بره البيضه هتبقى في المكان ده، وهنا الحوضين جنب بعض هيبقوا في المكان ده موجودين. هنا الحوضين مع بعض لسه لما يتفنشوا ان شاء الله هنحاول نظبطهم يبقوا حاجه جميله ان شاء الله. تعال نبص كده على الارضيه، هنا برده شغالين. هنا ده سيراميك. تعالى معايا كده، هنا في الغرفه هنا كميه الكليبسات او الصلايب لما بتقرب المسافات بتظبط معاك البلاطه، عشان خاطر انت هنا لما بتبعد الكليبس عن بعضه بتقدرش تتحكم في تقويسه البلاطه، لكن لما بتقربه بتعرف تتحكم في تقويسه البلاطه ان هي تطلع ما تطلعش منك او تنزل منك من البلاطه نفسها. طبعا هنا المعابر دي كلها هتبقى رخام تفصل الجزئين عن بعض. هنا طبعا في حاجات كانت قديمه معموله ما جددناهاش، جددنا هنا البلكونه برضو جددناها. هنحاول برضو نعمل معابر توضح الاثنين عن بعض، تمام. هنا احنا دمجنا الشقه دي مع الشقه دي، بحيث هنا لسه ما كملناش طبعا، هنا دمجنا الشقتين مع بعض وشغالين فيهم. فربنا المستعان كده نخلص البورسلين، وان شاء الله هنعمل فيديو كامل للبورسلين بالكامل ان شاء الله. وخلاص انتهينا من السيراميك والرخام، وانتهينا طبعا من اعمال الحديد واعمال التعديلات المعماريه واعمال الكهرباء. عاوزين بس نبص سريع كده على كل الكلام ده. احنا هنا لو بصينا هنا في الجزء بتاع البلكونه ده، كان عندنا البلكونه دي موجوده اللي عندي هنا، تمام. حبينا ندخلها معانا في الشقه عشان خاطر يبقى هنا شباك كبير، ونبدا نتعامل بقى ايه، نستغل الكلام ده كله في الفرش بتاعنا. طبعا ده شغل الحديد لسه ما كملش، ده الحديد القديم اللي كان موجود، ودي طبعا الرخام كله اللي كان موجود. طبعا هنعمله لسه اعاده تهيئه علشان خاطر نحاول نرجعه مثل ما كان. طبعا الشبابيك كلها مفكوكه عشان هتركب المونتال. هنا طبعا اهم حاجه عندي بقى في البورسلين، اول حاجه عاوز اوريها لكم، عندنا حمام الضيوف. بص كده على حمام الضيوف، بعيدا عن الكراكيب اللي موجوده فيه، هو استغلناه بطريقه كويسه. هنا عاملين القعده في الجزء ده، عاملين القعده قاعده معلقه، وفي الجزء ده على اليمين جنب الباب مباشره موجود الحوض، وعاملين كابينه شاور في الجزء الاخير خالص.
وهنا المطبخ عندنا، طبعا ده المطبخ القديم لسه هنعمل له اعاده تهيئه. عاملين حساب الشفاط بتاع المطبخ، وهنا عاملين حساب الشفاط بتاع الهود. طبعا الجزء ده كله عباره عن بورسلين مركبين وزره، عباره عن 60 سم داير ما يدور في المطبخ بالكامل، غير الارضيه مغيرينها كلها طبعا. هنا عندنا في الطرقه ده طبعا الشفاط بتاع الحمام الضيوف، عشان ما فيش شباك هنا فعم عم مأسسين شفاط في السقف. نخش بقى على الحمام الماستر. حمام الماستر عاملين خوارنقات في الحيطه، وعاملين هنا شاور، عاملين قاعده زي كرسي صغير كده معلق عباره عن بورسلين، بجانب ان احنا عاملين الاحواض بتاعتنا كلها بورسلين. وهنا طبعا رخامه جنب الاحواض، في مرايه تحت هنا بتسمع على الاحواض. شوف انت بقى شغل البورسلين في الاحواض لازم حد متخصص علشان يطلع الفينش اللي انت شايفه ده. بصوا معايا، قرب معايا هنا كده. الحوض طبعا ده كله متعفر لسه ما تنضفش. الحوض طالع كانه رخام مش كانه بورسلين. وهنا في الجزء هنا ده هيبقى فيه هنا بانيو. وهنا برضو في حاجه مهمه عاوز اوضحها، قرب معايا كده. هنا التجهيزه بتاعه الرخام بتاعه البورسلين الداخليه ماشيه مع زوم هنا كده، ماشيه مع ايه؟ ماشيه مع القاعده بتاعه الايه الفتحه الموجوده معانا. دي برضو نقطه مهمه، برضو فوق كذلك وبرضو في الجنب هنا كذلك. فدي حاجه مهمه جدا، حاجات بسيطه بس ايه بتدي منظر في الاخر معايا. اكمل معاكم كده ايه غرفه الماستر. طبعا كلها ده مش باركيه، ده سيراميك عامل زي الباركيه. ده سيراميك عامل زي الباركيه بنفس المقاسات، وبيبقى افضل من الباركيه في اغلب الاوقات يعني على حسب المكان وعلى حسب المساحه. هنا طبعا دي غرفه احنا برضو هنا عملنا تعديل معماري. كانت في كان الفتحه موجوده هنا اصلا بتاعه الغرفه، قفلناها وفتحنا باب هنا في الجزء ده عشان خاطر نستغل الجزء ده قاعده تخدم على كل الغرف. هنا هيبقى في قاعده، في هنا شاشه معايا هنا متاسس هنا شاشه. القاعده دي كلها هيبقى في هنا بارتيشن معمول في التصميم، بارتيشن هنا كده عباره عن لوح خشب متحركه، وهنعمل بعد كده ايه ستاره من الالومنتال او ستاره من ايا كان يعني بتضم وتفتح معايا، بحيث ان الجزء دوت اعزله وافتحه في نفس الوقت. ودي غرفه البنات. عملنا برضو تعديل هنا بسيط. هنا كانت الباب بتاع الغرفه اضطرينا نبني كتف ونفتح الباب هنا عشان خاطر هنا الدولاب هيكون موجود هنا، بحيث ان اقدر استغل احط السريرين هنا. وهنا برضو هنا كان موجود الشباك، طبعا كسرنا الكلام ده وفتحنا الشباك في الوسط عشان برضو يكون بين السريرين، عشان اقدر ان انا احط السريرين واحط خدماتهم في وسطهم، واحط هنا في الجزء ده ايه الدولاب بتاعي. هنا برضو عندنا هنا ما كانش فيه هنا باب، فتحنا احنا باب عشان غرفه الاولاد تخدم على البلكونه. يبقى احنا كده ربطنا الغرفتين بالبلكونه، غرفه الاولاد وغرفه البنات ربطناهم بالبلكونه عن طريق فتحتين فتحناهم احنا من داخل الغرفتين. هنا القديم بتاعنا هنا كان موجود هنا الباب زي ما انتم شايفين كده اتمحر، وفتحنا الباب في الجزء ده. في اخر تعديل عملناه في غرفه الماستر. غرفه الماستر كان موجود معايا الباب بتاع البلكونه هنا، فاحنا بنيناه وفتحنا الباب في الجزء ده عشان خاطر احنا مصممين ان هنا الجزء ده كله قاعده، وهنا في شاشه معايا هنا في شاشه. الشاشه دي بتخدم على القاعده بتاعت غرفه الماستر، لان الجزء ده كله غرفه ماستر عباره عن دريسنج حرف ال، وهنا التسليحه في الجزء اللي على الشمال هنا، والجزء ده كله هيكون معايا دريسنج حرف ال داخل غرفه الماستر. هنا البلكونه معايا، عملنا برضو البلكونه ضفنا ليها الخشب بتاعنا اللي هو السيراميك اللي هو شبه بديل الخشب. والبلكونه الثانيه برضو عملنا فيها السيراميك اللي شبه الباركيه، عملناها في الغرفه الثانيه.
ناقص بس الالمونتال هيركب ونخلص الجبسون بورد، وان شاء الله هنعمل فيديو تاني بعد انتهاء اعمال الجبسون بورد وانتهاء اعمال الالمونتال.